اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة هعمل لكم حاجة جديدة، حاجة لأول مرة بعملها في القناة بعيدا عن الطبخ والكلام ده. حاجة حبيت ان انا اقولها لكم عشان تستفيدوا منها. حاجة انا معتمداها بقالي اكتر من 5 سنين ومفيدة جدا جدا. جبت لكم ماسك حلو قوي، هتدعولي لما تعملوه وتلاقي نتيجة حلوة. ماسك بسيط جدا، مكوناته لا تذكر وبسيطة جدا جدا وموجودة عندنا في كل بيت. هتلاقي فرق كبير في بشرتك من الماسك ده، هيديكي نتيجة سريعة ونتيجة فورية. يلا بينا مع بعض نشوف الطريقة. انا هنا معايا بيضة، طبعا اي بيضة عندك، بيض احمر بيض بلدي، بتكسري البيضة من فوق كده وبتنزلي منها جزء بسيط جدا، يعني قيمة معلقة كبيرة. بس حطيت معلقة كبيرة في الطبق وفي شوية وقعوا من البيضة نزلتهم، قلت استفيد منهم. الماسك ده صدقيني عن تجربة جميل جدا جدا، هتلاقي نتيجة سريعة ونتيجة حلوة لبشرتك وهتغذي بشرتك وهتشيلي النمش وهتشيلي التجاعيد. جربوه، حلو قوي. الخطوة اللي جاية بعد كده حاجة واحدة بس اللي هنضيفها، اللي هي الليمون. الليمون ده جميل جدا جدا، بيشيل الحبوب اللي في البشرة، بيغذي البشرة، بيشيل الترهلات اللي فيها، وبيمنع اي حبوب بتطلع في البشرة. هنا جبت نص الليمونة، انا عايزة 3/4 نقط ليمون بس للأسف الليمون كان ناشف رغم ان الكيلو من ده ب120 جنيه. جبت نص ليمونة وزي ما انتوا شايفين كده بتنزل بعد نقطة كده. ايه كده كفاية، نزلت بتاع 3/4 نقط. بتجيبي بقى المعلقة وبتقعدي بقى تقلبي فيه لحد ما يوصل للقوام المطلوب. انا عايزاكي تمزجي الليمون مع البياض، احس ان هما لون موحد، احس ان هما حاجة واحدة بالشكل اللي احنا شايفينه ده. ما خدتش مني دقيقتين. الماسك ده حلو قوي قوي للبشرة، بيزيل التجاعيد الموجودة في البشرة، والليمون مفيد جدا جدا، والبياض بيشد البشرة وفيه نسبة بروتين عالية. وده اقوى ماسك لشد البشرة وازالة التجاعيد. الماسك ده بقى بتعمليه مرة كل اسبوع. لو وانتي مواظبة على الماسك ده كل اسبوع هتلاقي وشك ده ما شاء الله فيه لمعة، ما فيهوش اي مسامات مفتوحة، ما فيهوش اي تجاعيد. الماسك ده بقى لو عندك فرشة زي ما انتي شايفة الفرشة دي، بتجيبيها وبتيجي تحت العين، لان تحت العين بيبقى فيها ترهلات كتيرة. اما بتيجي تضحكي بتظهر، بتيجي اي حركة في وشك بتأثر على تحت العين. واهم حاجة الجبين بيبقى فيه خيوط كده بتظهر مع تقدم السن، او مع مثلا ما بتكون الواحد بيضحك كتير بيكشر كتير فبيحصل تجاعيد كده في الجبين. اعملي تحت عينيكي وتحت وتيجي الجنب الحاجب، من اخر الحاجب كده برضو تحطي. انا عايزاكي تعملي وشك كله. اهم حاجة بتركزي على المناطق اللي فيها التجاعيد وفيها الخيوط. بعد ما بتمزجي البياض البيض مع الليمونة دقيقتين كده، وتحسي ان هو بقى لون موحد، بتغسلي وشك بميه فتره. بعد كده بتجيبي الفرشه، لو ما عندكيش الفرشه يبقى قطنه، بتوزعها على بشرتك كلها وبتسيبيه 10 دقايق. اهم حاجه تقعدي في مكان فيه هوا، ما تقعديش في مكان دافي لان الهوا اللي هيشدلك الماسك بسرعه. جربي الماسك ده حلو قوي. بعد 10 دقايق بتغسلي وشك عادي، هتشوفي النتيجة، هتلاقي بشرتك فيها لمعة ونضيفة جدا جدا. الماسك ده بينظف البشرة تنظيف عميق، بيزيل التجاعيد، بيخلي البشرة فيها لمعة وفيها نضارة. النتيجة بتبقى فورية. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.